السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الفلفل المخلل بأسهل وأبسط طريقة. يلا كده هاتي كمية فلفل وابدأي اعمليها لتجهيزات رمضان بإذن الله. أنا هنا معايا كيلو وربع من الفلفل، انت هتجيب الكمية اللي انت عايزاها. هنبدأ ان احنا نغسله كويس جدا ونشيل العنقود اللي فوق، وبعد كده بالسكينة وهنفتحه فتحة صغيرة عشان يبدأ ان هو يشرب من المحلول بتاعنا. تمام كده تمام. طيب المحلول بتاعنا هيبقى عبارة عن ايه؟ انا معايا هنا 3 لتر من المية. كل لتر مية بياخد 4 معالق من معلقة الاكل، 4 معالق ملح. بكل لتر مية بياخد 4 معالق ملح، معلقة كده مليانة. انا هنا معايا 3 لتر، فهنحط 12 معلقة. تمام كده. وكل لتر مية بياخد معلقة سكر. تمام. اهم حاجة لازم السكر بتاعنا ده كمادة حافظة للمخلل، وهو اللي بيديه القرمشة الحلوة، يفضل مقرمش معاكي وما يطراش ولا الفلفل بتاعك يمور منك كده زي ما بنقول. وهنحط الكركم، كل لتر مية هنحط عليه معلقة صغيرة من الكركم. برضو الكركم بيعتبر برضو مادة حافظة، وبيدي الفلفل بتاعنا لون اصفر جميل. تمام كده. هي ده المحلول بتاعنا، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. معايا هنا البرطمان اللي هنخلل فيه، نبقى غاسلينه كويس جدا. لو عندك ازاز استعمليه. انا ما عندي بلاستيك، فعادي خالص مفيش مشكله. فهنبدا ان احنا نعقم البرطمان بتاعنا برضو بحبه خل كده، معلقه خل ورجيه فيه، وبعد كده كوبيهم. وهنبدا نعبي الفلفل بتاعنا. يبقى نقول المحلول بتاعنا تاني عبارة عن كل لتر مية، المية مغلية متبردة، المية مغلية متبردة، تغليها وتسيبها لحد لما تبرد تماما. بعد كده لتر المية هنحط عليه 4 معالق من الملح، ومعلقة من السكر، ونص معلقة من الكركم، وهندوبهم مع بعض. هنا بنحط بقى تحط بقى كام ورقة كده من ورق اللورة، على حبة كده كزبرة حصى، معلقة من الكزبرة الحصى. كل دي منكهات، عايزة تحطيها تمام، مش عايزة خلاص. بس هي منكهات جميلة بتدي ريحة حلوة للمخلل بتاعنا. عندك برضو حبة البركة، عايزة تحطي حطي. كل دي منكهات. ما تيجي كده تفتحي البرطمان مع الكركم بتبقى ريحته جميلة جدا. هنبدأ بقى نعبي البرطمان بتاعنا بالمحلول. هو يا دوبك البرطمان بتاعي ده خد ال3 لتر من المية. خلاص كده خلصنا. نحط بس معلقة زيت كده على الوش، وهنغطي البرطمان بتاعنا، نحط كيسة ونبدأ ان احنا نقفل البرطمان بتاعنا. وخلاص على كده خلاص المخلل بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش حبيبي في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.